في لعيبه اسامي في نادي الزمالك، لعيبه قدامى في نادي الزمالك، اسامي المفروض ان الواحد كان بيقول عليها ناس بتفهم وناس عاقله، وبالذات لما كانوا ماسكين برامج في التلفزيون. لما كانوا بيطلعوا على الشاشات بالنسبه للتلفزيون كانوا بيطلعوا بيقولوا كلام كويس وعقلاني والناس تفهمه، فكانت الناس بتحترمك. اما بعد عن الشاشه بقت العمليه بالنسبه له انا عايز اهاجم الاهلي برضه. يا جماعه والله العظيم، والله وانا بخاطب جمهور نادي الزمالك اللي بيفهم. 90% من جمهور نادي الزمالك بيفهم، في 10% كده تحس ان يعني عقلهم مش عايزين يشغلوا دماغهم خالص، هم ماشيين ورا اللي بيتقال بس. انا عمال اعلق في شماعات، انا عمال اعلق في نجاح النادي الاهلي، اصل انت معاك فلوس، اصل انت بتعرف تجيب صفقات، اصل انت لو تديني اللعيبه اللي عندك انا هعمل، اصل انت لو الحكام لو ما بيدوكش ضربات جزاء هتخسر. اصلا نصيحه لوجه الله، المفروض انا المفروض ما انصحكش، يعني انا كنادي خصم بشجع النادي الاهلي المفروض ما انصحكش، بس نصيحه لوجه الله، ركز في شغلك انت، ركز في ناديك، خلي نصيحتك لناديك بدل ما انت بتطلع تهاجم بس النادي الاهلي. انا ما بشوفش كلمه لوجه الله كده الناس دي بتطلع تقولها حل لمشكله نادي الزمالك. حل نادي الزمالك نادي كبير وقلعه رياضيه كبيره جدا في مصر والوطن العربي وافريقيا، مفيش حد يختلف على كده خلاص، وطلع نجوم بعدد شعر راسنا. انا كراجل اهلاوي انا بقول لك حاجه زي كده، نادي الزمالك نادي كبير جدا، بس الفكره ان انت كل حاجه انت معلقها على شماعه النادي الاهلي. النادي الاهلي اصل هو بيكسب بالحكام، اصل هو عنده فلوس كتير، اصل هو اتحاد الكره عايز يديله الدوري، اصل الدوري موجه. هو ده النادي الزمالك بيعمله. انما ان انت تطلع نصيحه لوجه الله اذا كنت صحفي زملكاوي او لعيب كره سابق في نادي الزمالك او محب لنادي الزمالك تحل بيها مشكله نادي الزمالك، لا مفيش. كل مشاكلك مع النادي الاهلي، كل مشاكلك النادي الاهلي بيكسب بس.